للمدرب محمد أمين بن هاشم. بالنسبة للتشكيل الاحتياطي هناك محمد مسيف، زكريا أسود، نناح أيوب، المهدي موهوب، العمري، يوسف، أشرف، رمزي، سلاك، عزلين، بوسبع، إدريس، وأيوب المولى. إذا هذا التشكيل الأساسي والاحتياطي بالنسبة للفريق الفتح الرياضي. إذا لحظات وستكون الانطلاقة لهذه المباراة. كما قلت فريق الفتح الرياضي يسعى من أجل أن يحقق نتيجة إيجابية، وبالتالي يرى في هذه المباراة فرصة، ولكن فرصة أمام فريق كبير قوي اسمه فريق الرجاء الرياضي، الذي بطبيعة الحال يعيش انت الجيش الملكي. لا مسؤولوه، لا مدربه، لا لاعبوه يتلقون كل المساندة في شكل بطبيعة الحال الصورة المشرقة في المنافسات، منافسات كأس الاتحاد الإفريقي. وكأنه هناك تغيير على مستوى تسيير الفريق. رئيس الجيد انا والخليفه نتمنى له بطبيعه الحال التوفيق في مهامها مع فرع انس زنيتي. كتحول الان لخط وسط الميدان، غتحول الان لهجمه لصالح فريق الرجاء الرياضي بسرعه بسرعه بسرعه. محاوله على العموم. نعود للدوري ونعود لهذا الصراع. نتابع الان هذه المحاوله من جانب فريق الفتح الرياضي، واول محسن متولي كيرفع الكره، ما رفعتش بشكل جيد، ولكن كتمشي الان مره اخرى. نبيل بكيه كيطلب من اللاعبين بانهم ياخذوا المكان المناسب. نتابع لكن كانت محاوله التمرير. تعود الان رضا الهجوج، رضا الهجوج يبحث عن التوغل، عمليه 1-2 خلال اللحظات. رضا الهجوج محاوله تسديد، لكن صعيب الذي قبل البلاء الحسن مع فريق الفتح حمزه حجوي. بطبيعه الحال هذا التغيير. هناك محاوله خطيره لفريق الرجاء. تابع الان هذه الهجمه، تمريره ومحمود بن حليب، والحكم يقول خطا لا يغتفر. اذا سنتابع ضربه جزاء محسن متولي، ويسجل الهدف في حدود الدقيقه 14. اذا محسن متولي يسجل الهدف لفريق الرجاء الرياضي من خلال ضربه جزاء. لا اعتقد ان كنا نحتاج للعوده للقطه الفيديو، ولكن بطبيعه الحال ضربه جزاء كانت واضحه، ما كانش كذلك التسلل كما وضح خط التسلل. ولكن كما قلت سميلة وترى يتحمل المسؤولية كاملة في هذا الخطأ الذي كما قلت بأنه خطأ جسيم ومكلف لفريق الرجاء الرياضي من خلال هذه المحاولة. ومهدي فريق الرجاء الرياضي دائما محاولات مهدي الباسل، يعني كل المحاولات الآن تكسر بالفتح الرياضي، تنفذ الآن بسرعة، تتحول لهجمة. مهدي الباسل الآن يسدد، ولكن اعتقد الرجاء محتاجه لمن محمود بن حليب، ولكن ايضا محمود بن حليب. تابعوا الان هذه المحاوله، تسديده كانت محاوله في الاحتفاظ بالكره وضاعت بحسن حظ ويسترجعها. تعود الان مره اخرى حتى لاعبو فريق محاوله التمرير، ولكن كان هناك انس الباش، كان انس الباش ما كاينش خطا. تعود الان لنايري، يهيئ كره تسديده. الرياضي دائما محاولات من جانب فريق الفتح الرياضي من اجل العوده في نتيجه المباراه، في حين فريق الفتح الرياضي يقاوم هذا المد الهجومي. نتابع الان ضربه راسيه، ضربه راسيه. هناك استقبال جيد، محمود بن حليب يهيئ فرصه ومن عبيد تحرج لاعبي فريق الفتح الرياضي. نتابعوا الان هذه محاوله محسن متولي، كان يبحث ثغرات عن طريق انه كيتحول في الاجنحه، ولكي كنشاهدوا هذه المحاوله اللي كانت كما قلت بانه بالنسبه للتموضع الدفاعي وايضا في الدفاع. نتابعوا الان هذه محاوله وتدخل بن عبيد الذي ينقذ مرمى. الاستمرار ومع هذا الالحاح اكيد بانه غادي يوصل للهدف. نتابعوا الان من محسن متولي الوردي، والتمرير في اتجاه محمود بن حليب، ولكن بعيد عليه محمود بن حليب. بسيطنا كلهم تراجعين للوراء، كورة عالية ولكن سهلة للحارس الرجاء الرياضي. انطلاقة جيدة من خلال هذه اللحظات، محاولة خطيرة وتدخل، وترى
الميتولي خطيرة جدا، خطيرة جدا، وتهيف اتجاه الهبطي، تأخر شيئا ما الهبطي، بن حليب، والمباراة لها بنجاح اللاعب محسن متولي، خطيرة جدا، خروج مهدي نجمة الهبطي صعودا إلى ما تكون خطيرة هذه المحاولة. سنتابع ضربة خطأ تنفذ، ولكن لفريق الفتح الرياضي أشرف رمزي، ومحاولة والهدف. أنس الباش يدرك التعادل من خلال هذه اللحظات، وهذه ضريبة تضييع الفرص، الفتح يرد بقوة من خلال هذه اللحظات، هي ساهم فيها كل من البدلاء، وهذا يبين بأن أمين بن هاشم كان موفق في إجراء التغييرات. أشرف رمزي وأيوب لناح وأنس الباش سجل هدف بطريقة جيدة، أنس الباش الذي انفك من الحراسة وتمكن